السلام عليكم ورحمة الله. متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم، يا رب دايما بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى ان شاء الله نعمل لكم ايه؟ الفلفل اللي بيتحط في المش، الفلفل الاحمر بتاع المش. هنشتري الكمية اللي احنا حابينها، واهم حاجة لازم نغسلها. طبعا احنا كلنا، يعني انا عن نفسي متعلمة عمايل الجبنة القديمة من جدتي. ولكن انا بعمل الحاجة اللي انا شايفة ان هي اكتر صحة لينا. يعني مثلا انا اللي هم المفروض كانوا بيجيبوا الفلفل الاحمر ده ما بيغسلوهوش وبيمسحوه على طول. انا ما بعرفش اعمل كده. انا بجيب الفلفل لازم اغسله كويس جدا بالمية، وبعد كده بنشفه بالمناديل، ولكن ما بمسحوش بالمنديل بس كده على طول. تمام. يبقى انا هغسله الاول وبعد كده هنشفه بالمناديل. تمام كده. بس اهم حاجة ننشفه كويس جدا جدا، ما نخليش فيه ولا نقطة مية، ما نخليش عليه ولا نقطة مية. نمسحه كويس قوي ونغير المنديل كل شوية لما نعمل ونحس ان هو اتبل. تمام كده. طبعا هو الفلفل عندي بقاله كذا يوم في التلاجة دبلان شوية، ولكن اهم حاجة الفلفلة تبقى جامدة زي ما انتوا شايفين. مادام الفلفلة مش مهرية عادي، حتى لو بقالها اسبوع او اكتر عندك في التلاجة هتقدري برضو تستعمليها مادام ما طريتش وما اتهرتش منك. تمام كده. هنشف بقى الكمية كلها بالشكل ده، وهبدأ اجيب بقى الملح، وابدأ امسك كده واحدة واحدة افتحها واطلع البذر اللي في قلب الفلفل. تمام. ليه بقى لازم اطلع البذر؟ البذر ده ما ينفعش اسيبه ابدا في قلب الفلفل بتاعي اللي هحطه في الجبنة القديمة او في المش يعني. ليه؟ لان البذر ده هو اللي بيسبب اعزكم الله ان يكون الجبنة بتاعتك فيها دود او سوس. تمام. يبقى الحمد لله الحمد لله انا بعمل الجبنة بتاعتي استحالة يكون فيها جبن، فيها دود او فيها سوس. اعزكم الله. طبعا ما شاء الله الله اكبر، يعني بسم الله ما شاء الله، ما يحسد الملل لاصحابه. انا بعملها بتبقى فعلا نظيفة جدا. ليه؟ لان انا ما بستعملش اي حاجة بدون ما تكون نظافتها 100%. حافظة عليها، ولا حطاها في شمس ولا حطاها في ضلة. يعني الشمس بتطولها والضلة كمان بتجيلها. طول ما انت محافظة على الجبنة بتاعتك هتفضل نظيفة وما فيهاش اي حاجة وحشة من اللي احنا عارفينها. هنبدأ بقى نحشي القرن الفلفل كده بالملح. طيب ملح قد ايه؟ ملح مش كتير، انا بس بملاها كده وعلى اساس ان هي تتملي كلها الملح. بعد كده بصفيه منها تاني وبخليها يدوبك الملح طايلها بس كده، اللي هو ايه، اهو زي ما انتم شايفين كده. بنضفها من الملح بس بوزعه عليها من جوه. تمام كده. يبقى لازم اعمل الخطوات كلها بالطريقة المظبوطة. طبعا هعمل الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة. المش بتاعي طبعا انا كنت عاملة معاكم قبل كده الجبنة القديمة، وعاملة معاكم الطريقة. اللي مش فاكرها او محتاجها دلوقتي يدخل على القناة بتاعتي كده، يبص في الرائجة، الفيديوهات الرائجة، وهيلاقيه هيقابله على طول عشان ما يقعدش يبحث عنه كتير. طبعا انا كنت عاملاها بقى في الزلعة كده، و كانت يعني ما شاء الله طريقة حلوة جدا، الناس كلها حبتها، وكل اللي جرب الطريقة بتاعتي عجبته جدا وعملها، ويعني دايما يبعتولي يشكرولي في الطريقة بتاعتي.
الحمد لله، فضل ونعمة من رب العالمين. احنا بناخد طريقة اجدادنا ولكن بنطور فيها على حسب علمنا احنا بقى، ويعني الحاجة اللي ما نضرش بيها نفسنا ولا اولادنا ولا صحتنا عامة. تمام كده. يبقى انا هعمل كل الكمية لحد ما تخلص زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بعمل كمية بسيطة معاكم لان انا عاملة قبل كده، فانا بس حبيت اعمل شوية كده معاكم علشان اوريكم الفيديو، والفيديو كمان ما يكونش طويل عليكم. هخلص بقى كده. شايفين ده اللي طلع منها. هخلص الكمية بقى كلها وابدأ اجيب مصفى احط فيها بقى الفلفل اللي هو اللي انا عملته بالملح ده، واحط تحته طبق كده على اساس ان هو يصفي فيه. طيب انا بقى منعا ان هو يطرى مني او يبوظ، مثلا لو الجو حر او حتى مش حر، انا بحب احطه في التلاجة يشرش براحته، وفي نفس الوقت ما كنش قلقان عليه. قعد يوم قعد 2، المهم ان انا بحطه لحد ما يدبل كده ويشرب الملح اللي فيه وينزل المية بتاعته. طبعا بقى انا جبت الزلعة، طلعت منها الجبنة اللي فيها والفلفل، وهبدأ انزل الفلفل الجديد الاول تحت. انا طبعا هوريكم الاول المية اللي نزلت من الفلفل اللي هي اتشرش فيها في الطبق يعني. هبدأ بقى اجيب، انا طبعا مش بستعمل الزلعة على طول، بنقص فيه حبة في برطمان وابدأ احط فيهم الفلفل والجبنة اللي هتستعملها. شايفين المش ما شاء الله نضيف جدا، ما شاء الله، الله اكبر، يعني ما فيهوش اي حاجة من الحاجات الحشرات الوحشة اللي كل الناس بتتضايق منها. ما شاء الله، الله اكبر. طبعا انا هحط بقى الجديد تحت وابدا انزل عليه بالفلفل بقى والجبنه اللي هم كانوا اوريدي قديمه عندي، هخليها هي على الوش. زي ما انتوا شايفين كده، بسقط بقى الفلفل الجديد تحت. جميلة جدا، بحبها في البيت قوي. لما بيجيلي كده نفسي ان انا اكل حاجة حرشة او جبنة قديمة، ببدأ اطلع منها وبعملها بقى كده وبالعيش والجرجير، ما شاء الله بتبقى احلى اكلة. وبكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد يا احلى واغلى متابعين. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.